السلام عليكم. دي أول مرة ليا في المطار، أول مرة كنت أعرف في حياتي، وإن شاء الله إن شاء الله هتكون عمرة. يعني الحمد لله إن هي أول مرة في حياتي تكون عمرة. إن شاء الله هحاول أشارك معاكم الرحلة السعيدة دي بإذن الله، كده ربنا يتممها على خير. والهدف من الفيديو أو ليه أنا عايزة أشارك إن هي تبقى توثيق ليا أنا نفسي، لما اتفرج عليها افتكر الذكريات السعيدة ان شاء الله، وربنا يكتب لنا العودة ان شاء الله، ونفكر في العودة قبل ما اروح اصلا. المهم يعني انا دلوقتي في المطار، يلا بقى اشوفكم ان شاء الله لما نوصل باذن الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. سبحان الله، لسه طالعة بدور على الشنطة لقيتها بتلف كده قدامي لدرجة ما صدقتش ان دي شنطتي، بس طلعت شنطتي الحمد لله. يس، بما اننا شكلنا مطولين في المطار فنتفرج على حوض السمك الجميل ده ان شاء الله. في حاجات جميلة، في سمكة غريبة كده فينها راحت. ده قرش ده اللي فوق ده، واو. عندما ندخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ندعو بدعاء دخول المسجد. اللهم إني أعوذ بنور وجهك العظيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعندما ندخل المسجد النبوي نصلي ركعتين لله تحية المسجد، وبعد ذلك ندخل إلى روضة النبي صلوات الله عليه. أول ما نخش في حضرة النبي نقول ايه؟ السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. ناخد خطوة كده ونقول السلام عليك يا سيدنا عمر، السلام عليك يا سيدنا ابو بكر الصديق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثق تماما ايها الموحد بالله ان رسول الله يرد عليك السلام، أن رسول الله صلوات الله عليه يبشرك بالسلام. فعندما نكون في الروضة الشريفة نستحضر أن هذه الروضة هي بقعة من بقاع الجنة في الأرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. صلى عليك الله سيدي يا رسول الله. العتبي عندما ذهب إلى الروضة الشريفة وكان مسرفا على نفسه قال: يا رسول الله، قرأت قول الله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ها أنا يا رسول الله جئت إليك مستغفرا من ذنبي. جاءت رؤيا إلى العتبي قال: أبشر العتبي بأن الله قد غفر له. وأنشد قوله تعالى: يا خير من ضفر بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي فداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، فخير منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوا على حضرة النبي. الحاجة الثانية في
المدينة المنورة عندما نذهب إلى مكان الشهداء، وعندما نذهب إلى مكان غزوة أحد، وعندما نذهب إلى المستظل في المدينة المنورة، المستظل الذي استظل فيه رسول الله 15 يوما، أخذ صلوات الله عليه يصلي فيه 15 يوما إلى أن ذهب إلى بيته الذي فيه المسجد الآن. المدينة المنورة شرفت برسول الله صلوات الله عليه. المدينة المنورة الصلاة الواحدة في مسجد رسول الله ب1000 صلاة، الصلاة الواحدة ب1000 صلاة. عندما تصلي صلاة الظهر، صلاة العصر، المغرب، العشاء، الفجر، هي الصلاة الواحدة ب1000 صلاة، وهذا إكراما لمقام رسول الله في الروضة الشريفة. إذا ميز هذا المسجد بروضته الشريفة برسول الله والصلاة ب1000 صلاة، لأن الروضة فيها رسول الله. قلت على قدر أصوغ لك المديحة، ومدحك صاغه ربي صريحا، ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا، ولكني أحبك ملء قلبي فأسعد بالوصال فتى جريحا، صلوا عليه وسلموا تسليما. روي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه جاءت له رؤيا في إحدى المنامات الصالحة، ورأى أبا لهب فسأله أين أنت؟ قال إنني في النار، لكنني يخفف عن العذاب في كل يوم 2. فقال له لما؟ قال لأنني فرحت بمولد محمد بن عبد الله، إذا كان هذا كافرا جاء ذنبه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، حتى أنه يخفف عنه العذاب في كل يوم 2 بفرحه بمولد أحمد. فما ظنه بالذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ صلوا على نبيكم. أبشركم بهذا الحديث الذي جاء عن النبي صلوات الله عليه: لا يقف على قبر شقي، لا يقف على قبر شقي. كل من لبى الدعوة وذهب إلى روضة الحبيب صلوات الله عليه ليس من الأشقياء، لأن الله وفقه أنه ذهب إلى روضة الحبيب صلوات الله عليه. يا سادة، إنها مدينة رسول الله. يا سادة، إنها حضارة محمد بن عبد الله. يا سادة، إنها المدينة التي تنورت بنور رسول الله. رسول الله صلوات الله عليه نور المدينة المنورة. ما ترفع قدما في المدينة إلا وتصلي على نبيه، ولا تخفض قدما إلا وتصلي على نبيه، لأن ربنا جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مسجد قباء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتين فيه تعدل عمرة تامة. هذا المكان الدعاء فيه مقبول، لأن الرحمات والبركات تتنزل فيه. مسجد قباء هذا يعتبر أول مسجد في الإسلام. لما جاء النبي إلى المدينة المنورة كان بها الأوس والخزرج والأنصار والمهاجرين، وحد كلمة القبائل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في مسجد قباء. عندما بنى المسجد ثم بعد بناء المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار وأصلح بين الأوس والخزرج. صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. نبينا جمع كلمة العرب وجمع كلمة المسلمين في المدينة المنورة. هذا المكان وهو مسجد قباء يعتبر كان في البداية من الطين،
ومن الحصير ومن بعض إمكانيات بسيطة بناها الصحابة رضوان الله عليهم مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المكان الذي كان يؤذن فيه بلال رضي الله عنه وارضاه، وهو المكان الذي كان يصلي فيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد مسجد قباء نحن في طريقنا الآن إلى جبل أحد. جبل أحد لماذا سمي جبل أحد؟ جبل أحد قيل بأنه سمي أحد لأنه جبل متوحد عن جميع الجبال السابقة، بمعنى أن كل جبل له سلاسل، يتسلسل جبل من جبل من جبل، لكن جبل أحد سمي أحد لأنه الجبل الوحيد الذي لم يتفرد من سلاسل الجبال، بل هو جبل واحد. وقيل بأنه جبل أحد من الوحدانية اللي هو وحد الناس. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى جبل أحد كان معه سيدنا عمر، وكان معه سيدنا أبو بكر، وكان معه سيدنا عثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب هذا الجبل وقال: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. وهذا ينبأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن سيدنا عثمان سيكون شهيدا ويقتل، وأن سيدنا عمر سيكون شهيد ويقتل، وأن أبي بكر الصديق يموت كما يموت الصالحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن على جبل نبي وصديق، وهذا يعتبر من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن قال على عمر وعلى عثمان شهيدين وهم على قيد الحياة. صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. طبعا جبل أحد عارفين أول غزوة من غزوات المسلمين كانت بدر، وبعد غزوة بدر كانت أحد. كانت سنة 3 هجرية، كانت سنة 3 هجرية. والمعركة الوحيدة التي انتصر فيها رسول الله وهزم المسلمون. يبقى المسلمون اتهزموا، بس كان نصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه السبب؟ عندما كانت الغزوة والحرب بين المشركين وبين المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بجبل الرماة. يعني جبل الرماة ده برضه هوريه لكم هناك. يعني الرماة يقعدوا فيه ينتظروا، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينزل أحد من على جبل الرماة حتى ولو انتصرنا أو هزمنا. لكن الرماة خالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما تركوا أماكنهم نزلوا لاقتناص الغنائم ثم هزم المسلمون. إذا كان نصر للنبي وهزيمة للمسلمين لأنهم لم يسمعوا كلام المعصوم صلوات الله عليه. طبعا في غزوة أحد مات واستشهد 70 واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنوا بجوار جبل أحد، في جنب جبل أحد يا اخواننا الناس اللي معانا، جنب جبل أحد دفن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين استشهدوا في غزوة أحد، عبارة عن 70 صحابي. احنا عارفين طبعا لما زرنا البقيع قلنا في البقيع في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السيدة عائشة وسيدنا الحسن وسيدنا الحسن وكل الصحابة النبي. لكن الذين استشهدوا في غزوة أحد 70 واحد هم مدفونون بجوار جبل أحد. طبعا عارفين في هذه الغزوة اللي استشهد كان سيدنا حمزة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في بعض المرات عندما نشتاق إلى أصحابه وخاصة قبل الرفيق الأعلى كان يأتي إلى جبل أحد. هذا الجبل قال: هذا جبل نحبه ويحبنا، هذا جبل يحبه ويحبنا. وكان دائم الزيارة إلى صحابته في أماكن الدفن بجوار جبل أحد ويسلم عليهم
السلام عليك يا حمزة، السلام عليك يا عمار. وكان دائما يسلم عليهم صلوات الله عليه. وعندما سألوه يا رسول الله كيف تسلم عليهم وهم يسمعونك؟ قال نعم إنهم يسمعونني، إنهم شهداء عند ربهم يرزقون. إذن عندما نأتي إلى جبل أحد لابد أن نلقي السلام على صحابة رسول الله، أسيادنا وتاج رؤوسنا، من علمونا ومن أفدونا بمالهم وبأعمالهم. وهكذا نحن راحلون من مدينة رسول الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل العودة إلى مدينة رسول الله مرارا وتكرارا. اللهم عودا حميدا إلى مدينة رسول الله. اللهم لا تحرمنا الزيارة المتكررة إلى مدينة رسول الله. اللهم لا تحرمنا روضة الحبيب صلوات الله عليه. ونقول إلى سيدنا رسول الله صلوات الله عليه طبت حيا وميتا يا رسول الله. انظروا إلى مدينة رسول الله، كانت بها القبائل متناهرة. انظروا إلى مدينة رسول الله، تحولت إلى مدينة ذات حضارة وذات نور. كل القبائل وكل الجنسيات وكل الدول، الصومالي والأمريكي والروسي والياباني والمصري واليمني، كل الجنسيات تلهج الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. وهذا إن دل فيدل على إعجاز نبينا صلوات الله عليه. ونقول له ونحن مغادرين المدينة: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا سيدي أبو بكر الصديق، السلام عليك يا سيدي عمر بن الخطاب، السلام عليكم أهل البقيع صحابة النبي صلوات الله عليه، السلام عليك سيدي يا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجعل هذه الزيارة مقبولة عندك يا ربنا. يا رب اجعلنا ممن رد عليهم رسولنا الصلاة والسلام. يا رب اجعل كل من دعا في روضة النبي صلوات الله عليه أن دعوته قبلت. أما تعلمون أيها السادة أنكم عندما دخلتم إلى رسول الله صلوات الله عليه رد عليكم السلام كل باسمه، لأنكم جئتم مهاجرون تاركون المال وتاركون الأهل وتاركون الدنيا وتاركون العشيرة، كل ترك كل أمتعته حبا لرسول الله. فأبشروا بزيارة النبي صلوات الله عليه. هنيئا لكم يا من لبيتم دعوة النبي صلوات الله عليه، هنيئا لكم يا من جئتم إلى مدينة رسول الله. انظروا شرقا وغربا جنوبا وشمالا، انظروا إلى هذه الحضارة وإلى هذه المدينة وإلى هذه الدولة التي أسسها نبينا صلوات الله عليه. كانت المدينة المنورة قبل رسول الله قبائل متناحرة، الأوس يضرب الخزرج والخزرج تضرب الأوس، وهكذا اليهود كانوا يؤلبون العرب بحروب دائمة ليل نهار. جاءها نبينا صلوات الله عليه حكمت بأنها أصبحت ذات حضارة. فانظروا إلى مدينة رسول الله، وعندما تروا هذه الحضارة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان سببا في رفعة هذه المدينة وأن تكون مدينة النور. كانت تسمى يثرب، وبرسول الله صلوات الله عليه سمت المدينة المنورة لأنها تنورت برسول الله صلوات الله عليه. كل من لبى الدعوة وكل من جاء إلى هذا المقام الكريم وكل من فرح برسول الله يفرحه بأن رسول الله سيفرح به. صلى عليك الله سيدي يا رسول الله.
لا شك أن كل معتمر وكل معتمرة فرحت بقلبها برسول الله، هذا لا شك فيه. ونبينا يقول: من فرح بنا فرحنا به. ونقول إليك يا سيدي يا رسول الله، قبل أن نغادر مدينتك وقبل أن نغادر هذه الأماكن المباركة وتذرف عيوننا بالدمع وقلوبنا شوقا إلى روضتك أن نعود إليها مرارا وتكرارا يا رسول الله، نسألك يا نبي الله أن تشفع إلى ربك جل وعلا وتدعو له لكل معتمر الآن في هذه الرحلة المباركة أن يعود إلى مدينة رسول الله مرة أخرى. أسأل الله أن تؤمن ورائي يا رب يا رب يا رب يا رب يا سميع يا مجيب يا قريب يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار، لا تحرمنا من زيارة النبي مرة أخرى، لا تحرمنا من زيارة مدينة رسول الله مرة أخرى. اجعلها كل عام واجعلها كل وقت، ولا تحرم كل إنسان لبى دعوة النبي صلوات الله عليه أن يعود إلى مدينة رسول الله. ولما لا نشكو إلى رسول الله ونشتاق إلى رسول الله وقد حن الجزع إلى فراق رسول الله؟ ولماذا لا نحن من رسول الله وقد استزد الجبل أحد بفرح برسول الله؟ ولماذا لا نفرح برسول الله والمدينة المنورة لنا نورا برسول الله؟ اقسم بالله العظيم ما من معتمر الآن وما من معتمرة في هذه الرحلة المباركة إلا وقد جاء البهاء والجمال والنور والضياء على وجهه بزيارة رسول الله صلوات الله عليه. صلى عليك الله سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي أبو بكر الصديق، السلام عليك يا سيدي عمر بن الخطاب، السلام عليكم يا صحابة النبي صلوات الله عليه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يعيدنا مرة أخرى إلى هذه الديار المباركة وما زلنا نفرح برسول الله. والآن نذهب إلى أديار عدن. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك